السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي وكل أولياء الأمور اللي بيتابعونا، بإذن الله هنشرح مع بعض الدرس الثاني لمادة الدراسات الاجتماعية للترم الثاني. والدرس الأول سبق إن احنا قبل كده شرحناه على القناة، موجود تبع مجموعة الصف الخامس، موجود على القناة للي حابب يرجع له. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض الدرس الثاني شرح تفصيلي. والدرس الثاني عندنا بعنوان الهرم السكاني لمصر. الهرم السكاني لمصر يعني ايه يا سنة خمسة؟ الهرم السكاني معناه ايه؟ قالك عبارة عن عدد سكان او مجموعة من الناس. احنا بنعد السكان اللي موجودين عندنا في مصر قد ايه. بيقولك لو انت مشيت في الشارع وبصيت كده عشان خاطر الناس اللي حواليك تشوفهم عاملين ازاي، هتقولي انا بلاقي الناس اللي بتقابلني يا اما اطفال صغيرين ولاد وبنات، يا اما شباب كده في سن الشباب برضو، ستات ورجالة، يا اما ناس عواجيز. يعني عندك الناس اللي في الشوارع مش صنف واحد او مش حاجة واحدة. قال لك لا، في منهم الاطفال وفي منهم اللي هم متوسط السن بنقول عليهم الشباب، وفي عندنا كبار السن اللي سنهم كبير بنقول عليهم سن الشيوخ او المشايخ او كبار السن. تمام. يبقى احنا كده بنقسم السكان عندنا حسب الاعمار بتاعتهم لصغار السن ولشباب ولكبار السن. يلا بقى نعرف يعني ايه الهرم السكاني لمصر. تعريفه، هتقول الهرم السكاني هو عبارة عن رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع يعني تركيب نوعي، والعمر يعني التركيب العمري، وغيرهما من خصائص السكان. ده تعريف الهرم السكاني. نقوله بشكل أوضح، هو رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث حاجتين اتنين هما قايل لك النوع. يعني ايه نوع؟ قايل لك انت نوعك ولد ولا بنت، ده اسمه النوع او التركيب النوعي. طيب، او من حيث حاجة تانية بنقول عليها العمر، والعمر ده يعني بنقول عليه التركيب العمري، يعني من بداية سن المواليد وبعد كده بتمر بمرحلة الشباب وبعد كده بتمر بمرحلة كبار السن اللي بنقول عليها الشيخوخة. يبقى هو رسم بيوضح توزيع السكان من حيث النوع او من حيث العمر. طب هنا بقى بيقول لك، احنا طبعا مش هنقول الجزء الاولاني لان ده اهداف الوحده. بيقول لك هنا يختلف سكان مصر من حيث العمر ومن حيث النوع سواء كانوا ذكور او اناث. الكلام ده في رايك كيف يؤثر ذلك على التنميه في المجتمع؟ وما اهميه معرفه الدوله بهذه البيانات عن السكان؟ يعني الدوله بتجمع البيانات دي ليه عن السكان؟ وفي نفس الوقت هل الكلام ده سواء كانت زياده او معرفه النوع والعمر بيأثر في تنميه المجتمع ولا لا؟ هقول لك بص لي كده، بص على الهرم اللي انا جايبه لك ده شكل الهرم السكاني لمصر في سنه 2022، يعني العام الماضي. عندك مقسوم لجزئين، عندك جزء ملونه باللون الاحمر الوردي واللون الثاني باللون الازرق. طيب يعني ايه؟ هقول لك بصوره اوضح كده اوضح. بيقول لك الهرم السكاني دون في عام 2022 الجزء الوردي المحمر ده الاحمر ده بيمثل الاناث يعني البنات، والجزء اللي هو الازرق بيمثل البنين او الاولاد. طيب مين فيهم الاكتر؟ قايل لك بص، لو انت ركزت كده هتلاقي ان نسبة الاناث تبع الهرم السكاني حوالي 49.4%. دي عدد الإناث، الكلام ده في عام 2022. طيب عندك عدد الذكور كان حوالي 50.6%. يعني كده معنى الكلام إن الجزء الأيمن اللي هو البنات 49.4، والجزء الأيسر اللي هو الذكور حوالي 50.6. نلاحظ إن عدد الذكور في عام 2022 كان أعلى من عدد الإناث. طيب عندي حاجات كتير كده يا مس، شايفه في ارقام كتير موجوده حوالين الجدول. هي الكلام ده له لازمه؟ يعني الكلام ده له اهميه؟ ايوه طبعا له اهميه كبيره. وقبل ما نعرف اهميته، كل اللي انا عايزه اقوله لك في الصفحه دي ان انت تعرف ان التركيب النوعي ده بيخص ايه؟ ان انت بتقسم السكان لولاد وبنات، او نقول عليهم عفوا بنقول عليهم الولاد بنقول عليهم ذكور والبنات بنقول عليهم اناث. تمام. طيب هل الارقام بقى دي نرجع لها تاني؟ بقى الارقام اللي مكتوبه حوالين الجدول الكبيره دي لازم نعرفها، لازم نعرفها. يعني من باب المعرفه ان انت تعرف ان قاعده الهرم عندك اللي هي اسفل الهرم اللي هي العريضه الجزء اللي تحت ده بيمثل بدايه عدد المواليد في الدوله. ازاي؟ عندك لو دققت في الجدول
تحت كده بص للهرم، من قاعدة الهرم بيقول لك في جنب من سن يوم لحد 4 سنين كان عدد الولاد حوالي 5.8%، والبنات كان حوالي 5.5%، ومن سن 5 سنين ل9 سنين كان الولاد حوالي 6%، والبنات كانوا حوالي 5.7%، وهكذا كل شوية عمال يعمل لك تعداد لأرقام سن معين للذكور والإناث. طب أنا هحفظ ده كله يا ميس؟ لا، مش عايزاك تحفظ ده كله، في حاجات معينه بس دي اللي هقول لك اضغط عليها شويه او اكد لي عليها شويه. كل اللي عليك تحفظه حاليا كده نسبه عدد الذكور ونسبه عدد الاناث ونسبه كبار السن ونسبه الشباب وهكذا، لكن كل بيانات الجدول دي كلها ان شاء الله مش هتجيلك في الامتحان، هي من باب العلم والمعرفه وزياده معلومات مش اكتر. تمام، يلا نكمل نشوف الدرس طالب مننا ايه. بيقول لك من خلال الشكل السابق لاحظنا ان الهرم السكاني مقسم لجزئين اتنين، منه تركيب نوعي وتركيب عمري. هنتكلم الاول عن التركيب النوعي اللي هو نوع السكان اولاد ولا بنات، او بنقول عليهم اناث او ذكور. يبقى يقصد بالتركيب النوعي هو عبارة عن تصنيف السكان الى اناث وذكور. يبقى كمان مرة يعني ايه التركيب النوعي؟ هو تصنيف السكان الى اناث وذكور. عندك زي ما احنا خدنا في الجدول، يبقى هتقول له هنا التركيب بيعبر عن ايه؟ الاناث والذكور، التركيب النوعي. طيب التركيب الاناث، ما احنا لسه قايلين ان الاناث بيبلغ عددهم حوالي 49.4 زي الصورة. اما الذكور قلنا عليهم ان نسبتهم حوالي 50.6. يعني يا مس احفظ ايه؟ هقول لك انت تحفظ نسبة الاناث ان هي حوالي 49.4، ونسبة الذكور كانت حوالي 50.6. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب يلا نوصف عندنا شكل الهرم السكاني لمصر كان شكله عامل ازاي. احنا طبعا عارفين الهرم السكاني لدول تانية برضو بيبقى شكله عامل، بيعملوا لنفسهم برضو هرم سكاني كده، رسم كده علشان يوضحوا بيه عدد السكان. طب هل يا ترى الهرم بتاعنا احنا زي نفس الهرم بتاع الدول التانية؟ اقول لك لا، تعال بص كده شوف الهرم بتاع الدول الخارجية او الدول الاخرى. عندنا مثلا الهرم في الصورة الأولانية زي ما انت شايفه كده، في عنده القاعدة بتاعته عريضة شوية يعني مفروضة، والعرض بتاعها متسع. أما عندك الصورة التانية القاعدة بتاعتها تعتبر ضيقة، يعني مش متسعة بالقدر اللي هو زي الصورة الأولانية. طب يعني ايه الكلام؟ طب ما هو الكلام ده زي في الصوره بتاعت الهرم السكاني لمصر. هقول لك لا، ركز. عندك الهرم السكاني بيختلف من دوله الى اخرى، يعني مش لمصر بس. ليه الكلام؟ قال لك على حسب الزياده في عدد المواليد. كل ما يكون في اتساع او كثره في عدد المواليد بتبص تلاقي القاعده بتاعت الهرم اللي هو رسم الدوله دي بيكون عريض حسب عدد الزياده. يبقى عندك الهرم الاولاني ده هنقول القاعده تبعه عريضه، يتسم بقاعده عريضه، والكلام ده بسبب زياده عدد المواليد. اما الهرم الثاني بيتسم بقاعده ضيقه، هتقول لي علشان خاطر تنخفض عدد المواليد. يبقى معنى الكلام ان كل دوله الهرم بتاعها مختلف عن الدوله الاخرى، والكلام ده اللي بيتحكم فيه عدد المواليد وعدد الزياده في عدد المواليد. تمام؟ يبقى نفهم من الكلام لو جاب لنا سؤال وقال يتميز الهرم السكاني أو يتصف الهرم السكاني حسب القاعدة بنقط ونقط، هتقول لي قاعدة عريضة وقاعدة ضيقة. طيب نرجع بقى وناخد الهرم السكاني عندنا، وناخد كل جزء فيه في مصر هنا عامل ازاي. عندك الهرم بينقسم طبعا زي ما احنا خدناه في بداية الفيديو الى جزء وردي خاص بالإناث والجزء الأزرق خاص بالذكور، وقسمنا ان الجزء الخاص بالإناث حوالي 49.4، والجزء الخاص بالذكور حوالي 50.6. طيب يلا نقسم بقى الذكور والإناث دول حسب السن، يعني هنقسم الهرم نفسه حسب السن مش حسب النوع. احنا التقسيم اللي خدناه في الاول بنقول عليه التركيب النوعي اللي هو الذكور واناث، اما الوقت هنقسم الهرم حسب التركيب العمري. عندنا في الصوره الهرم بينقسم لثلاث اقسام. الجزء الاسفل من الهرم بنقول عليه قاعده الهرم وهو يختص بصغار السن، وعندك الجزء اللي في الوسط ده بيختص اللي هم الشباب واللي هم الناس اللي بتعمل او بتشتغل، وعندك الجزء الاعلى من الهرم اللي هو خاص بكبار السن او بنقول عليهم اللي هم الناس الكبيرة في السن او المشايخ.
طيب يلا بقى نشوف. عندك الجزء الأسفل من قاعدة الهرم المختص بصغار السن، يعني بيبدأ من كام لكام؟ قايل لك صغار السن اللي هي قاعدة الهرم بتبدأ من سن يوم، يعني من بداية الولادة لحد حوالي 14 سنة. يبقى عندك صغار السن بيبدأ من سن يوم لحد 14 سنة، دي قاعدة الهرم. وقال لك النسبة بتاعتها مش صغيرة، ما نسبتها حوالي قد ايه؟ حوالي تلت سكان مصر. يبقى نسبة صغار السن حوالي تلت سكان مصر، ودي طبعا نسبة مش قليلة. قايل لك بنقول عليهم فئة غير منتجة وتحتاج لرعاية. يعني ايه فئة غير منتجة وتحتاج لرعاية؟ يعني ما همش شغالين ومحتاجين لرعاية، سن صغير، علينا ان احنا نحاول نوفر لهم كل امكانيات السبل والراحة، لان هم طبعا مسؤولين من اللي هم السن الاكبر منهم، سواء كانوا الشباب او اللي هم كبار السن. فعلشان كده بنقول عليهم فئة غير منتجة، يعني ما بتدخلش دخل ايه للدولة، مش بتشتغل علشان تدخل دخل للدولة، لا بالعكس، هم بيحتاجوا لرعاية من الناس اللي أكبر منهم المسؤولين عن رعايتهم. دول اللي هي قاعدة الهرم، واحنا قلنا عليهم اللي هم صغار السن. طيب عندك ناخد بقى القاعدة اللي في المنتصف اللي هي خاصة بالشباب. الشباب لكل ولي امر بيتابعنا، وكل ولي امر مهتم بان هو يذاكر لابنه او بنته. الشباب معنى ان هم الناس اللي بيبدا سنهم من حوالي 15 سنه لحد سن 64 سنه، بنقول عليهم يعتبر في سن الشباب. يبقى كمان مره الشباب من سن 15 سنه لحوالي 64 سنه. والكلام ده طبعا موجود في منتصف الهرم السكاني، يعني اللي هي المنطقه اللي في النص، ونسبتهم طبعا كتيرة جدا، حوالي 60.7%، يعني برضو نسبة مهولة. وقايل لك بنقول عليها فئة منتجة وتعول صغار وكبار السن. يعني ايه الكلام؟ يعني فئة منتجة يعني بتشتغل وبتدخل دخل للدولة، وبتحاول ان هي تزيد مثلا في ازدهار وتطور والاقتصاد وهكذا. يعني ان هي شغالة وبتعمل تطورات او بتدخل تطورات للدولة او اقتصاد، او بتزود في العملات بحسب الشغل اللي هم بيشتغلوه. يبقى عندك سن الشباب بيبدأ سنهم تاني من 15 لحد 64 سنة، وبنقول عليهم نسبتهم طبعا حوالي 76 حوالي 60.7% من سكان مصر. وطبعا هي فئة منتجة وتعول. يعني ايه كلمة تعول؟ تعول دي يعني مثلا ان هي مسؤولة عن الصغار وكبار السن. طيب ناخد بقى الجزء الثالث من الهرم السكاني اللي هو قمة الهرم، أعلى الهرم، بيمثل كبار السن، الناس اللي هي الشيوخ، المشايخ اللي هم سنهم كبير، العواجيز اللي بنقول عليهم سنهم كبير قوي. قايل لك كبار السن هم عبارة عن الناس اللي بيبدأ سنهم من حوالي 65 سنة فأكثر، يعني من 65 سنة فأكثر بنقول عليهم كبار السن. والمنطقة دي بتقع طبعا في قمة الهرم أو أعلى الهرم السكاني، ونسبتهم صغيرة، حوالي 5.4% من سكان مصر. وبعد كده بيقول لك في ملحوظه مهمه قوي. ايه هي الملحوظه؟ ان بيقول لك ان من المتوقع زياده عدد كبار السن في المستقبل. طب الكلام ده ليه؟ قايل لك لتحسين الرعايه الصحيه والاجتماعيه. مش فاهم الجزئيه دي يا مس؟ يعني ايه؟ يعني الجهة المسؤولة عن إحصاءات عدد سكان الدولة بتتوقع زيادة في كبار السن. بيقول لك لتحسين الرعاية الصحية، يعني علشان الدولة بدأت تهتم اهتمام كبير بالرعاية الصحية، ببناء المستشفيات والوحدات الصحية، وتهتم بالأدوية والعلاجات. الكلام ده بيقول لك طبعا بيقلل من نسبة الوفيات، وبيخلي طبعا نسبة كبار السن ان هي مثلا، طبعا الأعمار بيد الله، مش القصد ان هم مثلا يعيشوا فترة أكبر، أو مثلا ان الأمراض ما تقضيش عليهم او تؤثر عليهم بشكل اسرع. ده المقصود من اللي هو يعني ان هم متوقعين زياده في عدد كبار السن. سؤال حلو قوي كده لما يجي يجيب لك بما تفسر يعتبر الهرم السكاني المصري او يتسم الهرم السكاني المصري بالقاعده العريضه. ليه هرم سكان مصر يتسم بالقاعده العريضه؟ هتقول له بسبب زياده عدد المواليد، لانها تمثل حوالي تلت السكان. يبقى كمان مره لما يجي يجيب لك سؤال بما تفسر يتسم الهرم السكاني بقاعده عريضه، هتقولي بسبب زياده عدد المواليد وانها تمثل حوالي تلت السكان. طيب نرجع لسؤال مهم. ليه يا ميس احنا بندرس الهرم السكاني؟ هو له أهمية؟ يعني هو له فايدة ان احنا ندرسه؟ اكيد طبعا. عشان لما يجي يجيب لك سؤال اهمية الهرم السكاني ايه هي، هتقولي بتساعد بيانات الهرم السكاني في تقدير احتياجات الدولة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل.
مش فاهم يعني ايه؟ قايل لك بتساعد الدولة ان هي تحدد احتياجاتنا ايه حاليا، احنا بنحتاجين ايه الحاجات اللي بنحتاجها وناقصانا، او في المستقبل فيما بعد ان شاء الله هنحتاج ايه. زي ما هقول لك كده بالتفصيل. الدولة بتحتاج ايه؟ بتحتاج حاجات خاصة بالتعليم، ان كانت هتبني مدرسة، هتبني جامعة، هتبني مثلا مدارس خاصة، هتبني معاهد. طيب الدولة برضو بتحتاج ان كانت مثلا تعرف عدد السكان علشان تشوف مثلا توفر لهم الرعاية الصحية اللي هي العلاج والأدوية، وعندك المستشفيات. عندك برضو بتحتاج ان هي تشوف المرافق والخدمات، الحاجات العامة، تشوف مثلا كانت هتبني لنا ايه. عندك برضو بتحتاج ان هي تشوف هتوفر لنا كام فرصة عمل. يعني عندك مهم جدا ان احنا نعرف تركيب الهرم السكاني. يبقى كمان مرة بتساعد في تقدير احتياجات الدولة من مختلف الأعمار في الحاضر والمستقبل. هنحتاج مدارس ولا لأ؟ هنحتاج مستشفيات ولا لأ؟ هنحتاج مرافق عامة ولا لأ؟ هنحتاج فرص عمل ولا لأ؟ تمام. يبقى لما يجيب لك سؤال ويقول لك أهمية الهرم السكاني، هيقول لك بتقدر احتياجات الدولة أو تقدر الاحتياجات المختلفة لكل فئة عمرية في الحاضر والمستقبل من تعليم وصحة ومرافق وخدمات وفرص عمل. تمام، دي كلها بتبقى مهمة للتعداد السكاني. كده خلصنا شرح الدرس الثاني من مادة الدراسات الاجتماعية للترم الثاني. بتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعملي لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وطبعا بإذن الله انتظروا مننا الفيديو القادم، هنعمل أسئلة مجاب عنها للدرس الأول والدرس الثاني علشان تقدر تلم المنهج على طول، لأن الترم ده طبعا قصير ومش محتاج إن احنا نأجل المذاكرة، حتى عشان برضو احنا داخلين على رمضان برضو. وكل سنة وانتم طيبين، وبتمنى الدوام التوفيق لكل الطلبة والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.